عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض الحواوشي. انا عجنت العجينه بتاعته اهيت. لحمه، حطيت بصل كتير، حطيت بصل كتير قوي في الحواوشي عشان يبقى طعمه حلو. وحطيت البهارات، حطيت فلفل اسود، وحطيت 7 بهارات، وحطيت حبه لوري على حبهان شويه صغيرين بس. ورحت حاطه بقى بهارات الحواوشي، يعني انا بحط دولت، بحط معاهم، بجيبها من عند العطار بهارات الحواوشي. انا ما عملتهاش يعني، ما حطيتش الحاجه قدامكم معلش، لان انا ايه يعني بعد ما عملت قلت طب ما اطلع ما اقول لكم على الطريقه. بجد تحفه. عندك بقى حته ليا تفرميها مع البصل، تمام، هيبقى طعمه فظيع. ما بتحبهاش بلاش، بلاش تحطي ليا خالص. خلاص، هنفتح بقى العيش ونحط بقى الحواوشي نعبيه. بس جربوه بالطريقه دي، حطوا له بصل كتير، يعني كيلو حطوا له مثلا، يعني لو بصله حلوه كبيره حطوا 4 بصلات مثلا بصل. لو صغير، لو البصل صغير حطي منه كتير بقى، ما تعديش. يبقى ما شاء الله تلاقي الطبق اتملى بصل كده حلوين، حبه حلوين بس. وتروح حاطه بقى اللحمه، وتحطي بقى التوابل اللي انا قلت لك عليها، الفلفل الاسود والملح والبهارات ال7 بهارات واللوري على الحبهان. وتحطي بقى بهارات الحواوشي، عايزه تحطي بهارات الحواوشي بس حطيها، يعني اللي انت عايزاه. عايزه تجيبي بهارات الحواوشي بس من عند العطار وتحطيها براحتك. في باكت دي اللي هي بتتباع برضو، بتبقى جاهزه كده للحواوشي، برضو بتبقى جميله. بس اهم حاجه انك تحطي بصل كتير، اللي بيدي طعم حلو للحواوشي وبيسكره كده وبيديله طعم جميل البصل. الحواوشي اهو يا حبايبي، صوب. ادي الصاج هنحط فيه، هنحط بقى يجي السمنه. هنعمل كده الايه، نغلف الاول الصاج سمنه، بعد كده هنغلف الحواوشي بقى. تمام كده عشان تبقى الحواوشي ايه، متغطيه سمنه من فوق ومن تحت اهو. نحط لها سمنه برضو هنا كده اهي. هنعمل بقى كل الصاج كده سمنه، هنا كده برضو سمنه، برضو ايه ما يبقاش غرقان قوي يعني، حاجه بسيطه. حط بس حاجه بسيطه بس. وهندخله بقى الفرن. ما يطلع بقى من الفرن هوريكم بقى شكله. حواوشي، حواوشي عادي. هعمل جنبه بطاطس شيبسي، هقطعها وهعمل طحينه سلطه. بس هو ده الفطار النهارده، حاجه كده ايه، قلت حاجه سهله. بس انا قلت اوريكم الطريقه بتاعه الحواوشي، عشان في ناس بيبقوا الحواوشي بيطلع معاهم مش حلو، بيبقوا عايزينه زي بتاع الشارع. لو عملتيه بالطريقه دي هيبقى زي بتاع الشارع بالظبط، واحلى كمان. بجد هيبقى احلى، هتعتمديها الطريقه دي، هتعتمديها.